ترشيحي الأخ الفاضل عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية لرئاسة الجمهورية، ويكون هو الفارس الذي ستراهن عليه حركة البناء الوطني. تبون فارس الصراحة كلش يفوت، بصح حتى تبون فارس هذيك والله ما تفوت. كيما البطاطيش كي داروا بيان لما داروا عملية، حاولوا يديروا عملية إرهابية في مدينة السمارة، قال لك أبطال مغاوير، هذا قال لك تبون الفارس. تبون بعد كيما نهار تبون قال على بوتين صديق العالم، تبون كيسمع أنا فارس، أنا عبد المجيد بن حجرة فارس دعواش. أي جيشنا المغوار البطاطيش قال لك جيشنا المغوار. أول بيان في التاريخ. عمركم انتم شفتوا واحد مازال ما ترشحش، يعني نتكلموا رسميا، مازال لم يعلن نيته في الترشح، يجي رئيس حزب يقول لك والله غير انا رشحنا عبد المجيد تبون. يا ودي السيده مازال ما ترشحش، كيفاش انت ترشحوا هذا؟ الناس هو اولا يعلن نيته في الترشح، وبعدها يجيو ناس يقول لك ندعموا ولا نرشحوا واحد ينافسوا ولا. مزبله الجزائر الجديده، مزبله حقيقيه. رانا شفنا قبيل، كنت نعاود نوريك الصور تاع وهران وكلش. مزبله في الواقع، مزبله سياسيه، مزبله في كل شيء رجعها النظام الجزائري. صراحة اللي يحب الفكاهة هو الوحيد اللي راح يفرح بالخبر هذا، انه تبون راح يزيد يترشح لعهدة ثانية، وهو الامر انه الجنرالات حابين يخليوه على رأس الجمهورية، لانه لا وزن لا هيبة لا مواقف، وما راهم في التناطحات تاعهم. تبون هو الوحيد اللي يولمهم، ما يدير مشاكل، ما يطرح لهم اشكال، ما اي شيء. جماعة الموضوع تاعنا ماشي المهازل هذه، قلت اليوم ناخذوا شويه واحد البعد، او قلت لكم تيك توك ما خلاناش نتكلموا في الموضوع هذا. على كل حال درت فيديو عن الموضوع تم سحبه من طرف تيك توك، وهو الموضوع تاع الحرب بين الجزائر والمغرب والقصف الفرنسي لأراضي جزائرية يجدك. التفاصيل تاع القضية هذه نروحوا لها نشوفوا طراش، نحاولوا نخفوا شوية الناس اللي عندهم اهتمام. راني قلت لكم كنت مداير فيديو يكون متسلسل نوعا ما احسن في تيك توك، ما قبلوش، لكن راه موجود في اليوتيوب. الناس اللي يحبوا ياخذوها نقطة بنقطة بالتفاصيل. حنا هنا نحاولوا فقط نلخصوا القضية هذه، انه جريدة فرنسية اللي هي جريدة الإكسبريس الفرنسية، حاولوا ضربوا لنا على الشاشة برك، رانا بدينا في المشاكل بعد. اصلا نديرو كونتيستاسيون اوب. الو هادي راني ما نعد فيديوهات، ما تكلمت على الموضوع، ما فهمتش واش هو الاشكاليه تاع تيك توك اليوم. قلت لكم جريدة الإكسبريس الفرنسية نشرت سيناريو، نشرت اولا نبداو نشوفوا ديسمبر 22 اوت 2025 وحدة من الجيش الجزائري تقتحم أراضي مغربية وتقتحم واحة في مدينة فيقيق المغربية، اللي بوعمامة رحمة الله عليه أصلهم من مدينة فيقيق. ولا تعرفوا المقاومة تاع الشيخ بوعمامة، المقاومة كانت ضد الاحتلال الفرنسي. وحدة من 35 جندي من الجيش الجزائري تقتحم واحة في فيقيق. تبادل إطلاق نار بين الجيش الجزائري والمغربي انتهى ب3 ضحايا من الطرف المغربي و4 ضحايا من الطرف الجزائري.
السيناريو هذا مستوحى من هادو 11 سيناريو. هي هذه صحفية فرنسية نشرت كتاب. بطبيعة الحال احنا ماناش هنا نتكلموا على صحافة الصرف الصحي في الجزائر، ماناش نتكلموا على هذيك اللي تكلمنا عليها هذيك المرة، تسب الأمهات، تربية بيوت الرذيلة، مديرة قناة إعلامية، ماناش نتكلموا على القاذورات الصحفية اللي نضلوا نشوفوا فيها. رانا نتكلموا على صحفية فرنسية مستوى بمصادر من الجيش الفرنسي، أخذت سيناريوهات أصلا الجيش الفرنسي هو من يعمل عليها. واحد يقول لك درك هذه تتكلم وضعت تكلمت على 11 سيناريو مرتبط بمناطق مختلفة من بينها الجزائر والمغرب وشمال افريقيا على العموم. وش علاقة الاحداث تاع اليوم؟ العلاقة انه السيناريو هذا اللي تكلمت عليه هذه الصحفية الفرنسية من بين 11 سيناريو يكشف رؤية الجيش الفرنسي ورؤية فرنسا الرسمية. وراح نرجعوا لوش قالت ماكرون من قبل على النظام الجزائري وغير ذلك. هذه تكشف رؤية فرنسا وتكشف رؤية العالم للنظام الجزائري، وكاين كلام خطير جدا في تم تقدر تقول دسه في السيناريو هذا. يعني لو ناخذ لكم مقتطفات، يقول القصة اللي صارت في مدينة فيغيغ انه 17 أوت، اسمعوا مليح، دي براندي الجيريان اوكوب لوازيس دو فيغيغ، مدرعات جزائرية احتلت واحة في مدينة فيغيغ المغربية. لو تيريتوار انكلافي المهم ايت ان ليو دو تونسيون لا علينا. وقال لك فيما بعد لو 22 اوت، يعني 17 اوت مدرعات جزائرية تقتحم مدينة فيغيغ المغربية. 22 اوت وحده من 35 جندي دو 35 سولدا الجيريان سانترودوي. المهم رانا كنا نتكلموا عليها، الخسائر كانت اكثر من الطرف الجزائري. 22 اوت الجزائر والمغرب يدخلون في حرب. رانا نتكلموا على 22 اوت 2025 في هذا السيناريو اللي في البدايه انت يبان لك تقول هذا راه سيناريو هوليودي ولا لا. سيناريو مبني على المعطيات التي توفر لدى المخابرات الفرنسية، الجيش الفرنسي، السلطات الفرنسية ورؤيتها للجزائر. وقال لك بأنه في فرنسا en France on regarde d'autant plus la situation dégénérée que l'on craint une exportation du conflit sur le territoire national. قال لك في فرنسا الرؤية هي رؤية تخوف وتوجس من ما يحدث بين الجزائر والمغرب، بين الحرب هذه التي اندلعت. وقال لك بأنه هنا نبداو les services marocains ont été très actifs sur le sol français pour faire passer des messages ces derniers temps. Note Elie Tenebom, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. وهذا محلل، على أساس جابوا محلل باش يحلل في السيناريو هذا، أنه قال لك بأنه مصالح المخابرات المغربية كانت نشطة جدا على التراب الفرنسي وكانت تحذر مما يمكن أن يحدث. يعني هنا بداية تشوف واحد الرؤية أنه الجزائر ما فيهاش، أنه الجزائر كما نقول أنا دائما اسطبل زريبة، أنه العالم يرى الجزائر هكذا، أنه فرنسا اليوم الرسمية ترى الجزائر كاسطبل كما يراها كل العالم. الجزائرية قال لك توغلت في أراضي مغربية في مدينة وجدة. رانا دايما مع هذا السيناريو. Capitale de l'Est du Maroc، عاصمة الشرق المغربي، se solde par un échec retentissant. والقضية انتهت بخسارة أسطورية للجيش الجزائري. ودوك نقول لكم لماذا هذه عندها واحد عندها واحد الدلالة.
Les Marocains détruisent une quinzaine de chars de bataille algériens. المغاربة دمروا ما يقارب 15 دبابة جزائرية. وراني كنت نتكلم منذ لحظات لما الناس اللي كانوا معنا انه هذه القضيه منذ سنوات كنت تكلمت عليها على الهشاشه تاع الدبابات الجزائريه. كيف هذه قضيه الهشاشه الدبابات الجزائريه؟ هي مرتبطه بما حدث في اوكرانيا. أن الدبابات التي يملكها الجيش الجزائري، احنا الاشكاليه منذ الاستقلال تاع الجيش الجزائري انه جيش ما عندوش رؤيه، انه فيه جنرالات يعيشون خارج الزمن، خارج هذا العالم. وقت الناس كانت تتسلح بطريقه ذكيه، حتى دول مثل مصر، دول مثل جارتنا الغربيه، دول مثل جارتنا الشرقيه تونس ايضا، بالقياس مع امكانياتها توت بروبورسيون غاردي، يعني بالقياس مع حجم الامكانيات. الدول على العموم لما تتسلح بشكل ذكي. النظام الجزائري راح قال لك لا، احنا اسلحتنا روسيه، الدبابات نتسلحوا فقط بالدبابات الروسيه. المشكل انه ما حدث في بدايه من سنه 2022 بين هشاشه الدبابات الروسيه لأسباب كنا تكلمنا. هذاك اللايف راهو عنده الآن سنتين ولا اللي تكلمنا فيه الناس اللي كانوا معنا وقتها على قضية البرج تاع الدبابات هذه والحماية تاع البرج، قضية غياب أنظمة للدفاع عن الحماية النشطة وغيرها من الأمور التقنية المرتبطة بهذه الدبابات. المهم أنه بينت هشاشة رآها العالم كله. اليوم لما تشوف هذا السيناريو الذي وضعه الجيش الفرنسي، ونقلت هذه الصحفية في كتابها، يبين لك بأنه العالم يعرف هذه المعطيات. الناس على بالها بهشاشة الجيش الجزائري وهشاشة التسليح الجزائري. أصلا العالم راهو يشوف المسرحيات اللي راهو يدير فيها شنقريحة والجيش الجزائري. باش نعطي لكم عينة فقط تضحكوا شوية، ولو أنها المضحكات المبكيات دائما مع النظام الجزائري. عسنا نضربوا طلة راش. شوفوا أقوى جيش في المنطقة، أقوى جيش في المنطقة. شوفوا الرقصات تاع الجيش الجزائري، الناس راهم يديروا في اللي يوجدوا الاستعداد للعمليات. شوفوا احنا الجيش واش راهو يدير، شوفوا التمسخير. شوفوا هادو، شوفوا يرحم باباكم، عمركم شفتوا واحد بكلاش والاخر بكلاش وقاعدين يتقابضوا باليدين؟ يرحم باباكم، قولوا لي وين شفتوها هذه؟ وش نقريحه مركز؟ قال لك راهو عطاه. شوفوا شوف هما في زوج عندهم الكلاش وقاعدين، علاش قاعدين تقابضوا بيديكم؟ ما فهمتش. راك عندك كلاش هو عنده كلاش، علاش راكم تقابضوا؟ وش هو الفكره؟ يعني انه لو كان الولايات المتحده الامريكيه ولا لو كان هذوك الدول اللي هاك يصدموا علينا، لو كان تصدم علينا تونس، لو كان تصدم علينا مالي، النيجر، نقابلوهم بالحركات هذو البهلوانيه ولا بهذوك اللي مدايرين الزيت في وجوههم، زيت السيارات؟ زيدوا ركزوا مليح وتفهموا السيناريو. دركا اللي راني دركا تفهموا مليح السيناريو. والاخر هبط والاخر استنى حتى هبط باش دار اللقطه. نتوما تواجهوا. واحد كتب لي الامارات راهي تبعت لك السرب تاع هي الميراج هذوك راهي راح تعطيهم المغرب كادو، قالوا لهم ديو من عندنا. شوكر الامارات صراحه، الناس اللي تعرف مصالحها. 30 ميراج ضربه واحده يجدك. ميراج من احسن ما صنعت فرنسا في تاريخها. الامارات راهي تبعت لك 4 ولا 5 رافال تخلص معاك بهم صديقي. راهي ما تبعتلكش واحد يدلك راهو الامارات راهي ما عندهاش تقريبا الجيش تاعها راهو مقاتلات وتكنولوجيا، راهو ماهوش هادو حتى الاخر ما يبعثوهمش. في ليبيا شفت كيفاش
فهمت هذا جيش هذا فهمتو درك علاش في السيناريو دركا باش نرجعوا دركا رواح انت وفهم انصار النظام الجزائري باللي هذا السيناريو راهو مبني على معطيات يملكها الجيش الفرنسي. حتى اذا كان السيناريو مانيش نتكلموا على تنبؤات، راهم ماهمش قاعدين يقزنوا، راهي ماهيش راح تصرى هك، بصح هو راهو يعطيلك كيفاش يشوفنا الجناس، كيفاش يشوفونا العالم. راك تشوف الرقصات اللي يديروا فيهم قدام شنقريحه، راك تشوف كيفاش الجيش تاعنا صورته. دركا كي نعاود نرجع لك للسيناريو، عاود ركز مليح باش تفهم انه لما دخلت الدبابات الجزائريه الوجده في السيناريو هذا قال لك بانه حطمت عن اخرها، ومن بعد 30 مورد وقال لك اسمع مليح لي ماروكان ديترويز اون كانزين دو شار، المغاربه دمروا 15 دبابه ما يقارب. الجي دينومبر 30 مور دون سي رون، والجزائر سجلت 30 ضحيه في العمليه هذه. كون لي بيرت دو غابا غيست باس، في وقت انه الضحايا من الجانب المغربي عددهم قليل جدا. معناتها خساره مدويه، معناتها الرؤيه تاع الجيش الفرنسي، وهي حقيقه مبنيه على معطيات، والمعطيات على كل حال أنا قلت لكم الموضوع هذا التيك توك مش راح يخلينا نهضروا فيه. Non, c'est une contestation, visibilité du live restreinte, ne remplit pas les normes d'éligibilité. Cette décision est conforme, contient des thèmes qui peuvent mettre choquant, impliquant des êtres humains. على كل حال الموضوع هذا راني قلت لكم الناس اللي يحبوا يروحوا يشوفوا في اليوتيوب، راهو كاين الموضوع تكلمت عليه بتفاصيله. للاسف تيك توك راني قلت لكم الفيديو اصلا حذفوه، زدت حاولت نتكلم هنايا زادوا